عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا طلاب الصف السنة الإعدادي، أهلا بكم في حصة جديدة في فرع الجبر. والدرس النهاردة بيتكلم على قوانين الأسس. تعالى يلا نشوف هناخد النهاردة إن شاء الله. أول قانون عندي في قانون الأسس بيقول عند ضرب الأساسات المتحدة نجمع الأسس. يعني لو حضرتك بتضرب أساسات متحدة يعني شبه بعض، يعني مثلا بقول لك ال A والس N في ال A والس M، دي بقول عليها أساسات متحدة. الأساس عندي اللي هو اللي تحت واللي فوق يسمى أس، حاجات عارفينها من الابتدائي. قال لي إيه بقى في الحالة ديت؟ بثبت الأساس زي ما هو واجمع الأسس. N زائد M يديني N زائد M زي ما هي. يعني اما اقول لك جذر 3 أس 2 في جذر 3 بس، يعني المفروض أس كام؟ أس 1. دي أساسات متحدة. قال لي هتثبت الأساس زي ما هو اللي هو جذر 3 واجمع الأسس عنه. 2 زائد 1 يديني 3، يبقى جذر 3 أس كام؟ أس 3. طبعا جذر 3 أس 3 لو حبيت أطلع الناتج، يعني جذر 3 في جذر 3 في جذر 3 هتديني جذر 27 اللي هي 3 جذر 3. 3 جذر 3. طيب دي القاعدة الأولى في قاعدة الضرب، والقاعدة من أشهر القواعد عندي. القاعدة الثانية بتقول عند قسمة العكس بقى الأساسات المتحدة، قال لي نعمل إيه؟ قال لي نطرح الأسس. يعني عند الجمع، عند الضرب نجمع الأسس، عند الطرح عند القسم قصدي بنطرح الأسس. أما أقول لك A أس N على A أس M بتساوي، قال لي بثبت الأساس زي ما هو وأعمل للأس عملية طرح. يعني مثلا أما أقول لحضرتك جذر 2 أس 6 على جذر 2 أس 4، هقول له ده عملية قسمة. يبقى أثبت الأساس وأطرح الأسس. هثبت الأساس يعني هخليها جذر 2 أهو زي ما هو وأعمل طرح للأسس. 6 ناقص 4 يديني 2. قلنا لما بربع الجذر بعمل إيه؟ بشيل الجذر، يبقى الحل يديني 2. آدي القاعدة التانية. القاعدة التالتة بتقول أي عدد أس صفر، أي عدد أس صفر، أي عدد مرفوع لأس صفر يساوي 1 ما عدا الصفر نفسه. صفر أس صفر كمية غير معرفة. يعني لما أقول لحضرتك A أس صفر بتساوي 1، B أس صفر بتساوي 1، أي حاجة هتترفع لأس صفر هيديني كام؟ هيديني 1. جميل. طيب عندي تاني في الخواص، عندي خاصية بتقول إذا كان الأس عدد سالب. الأس لو عدد سالب يا شباب حاجة كده شبه المعكوس الضرب، والمعكوس الضرب بعمل إيه؟ بقلب الكسر. فلما يبقى الأس عدد سالب هتعمل إيه؟ هتقلب الكسر. إذا كان الأس عدد سالب هقلب الكسر عشان أخليه موجب. يعني لما أقول لك A أس سالب 3، لو أنت عاوز الناتج ده موجب اقلب الكسر، يبقى هيبقى إيه يا شباب؟ هيبقى 1 على A أس موجب 3. إذا كان الأس سالب بقلب الكسر. الخاصية اللي عليها الدور اللي هي خاصية
توزيع الأس. قال لي ايه؟ قال لي يوزع الأس على عمليتي الضرب والقسمة. يعني لو انا عندي أس وعندي كذا حد، ودي استخدمناها على فكرة، وعندي كذا حد مضروب في بعض، اقدر اوزع عليه الأس. تعال اما نشوف. قلنا ايه؟ قلنا يوزع الأس على عمليتي الضرب والقسم. يعني لما اقول لحضرتك A B الكل أس 2، هعمل ايه؟ هوزع. هتديني A أس 2 B أس 2، يعني دي تاخد نفس الأس ودي تاخد نفس الأس. يوزع الأس على عمليات الضرب والقسم. برضو لما اقول لحضرتك A على B الكل أس 2، اقدر اخليها A أس 2 على B أس 2. دي عندي قوانين الأسس اللي بستخدمها. على فكرة كل ما تاخد أسس في أي سنة من السنين هتلاقي نفسك بتاخد نفس القوانين دي، اللي هي لو بضرب أساسات متحدة في بعض بثبت الأساس واجمع الأسس، لو بقسمها بثبت الأساس واطرح الأسس، لو الأس بتاعي سالب بقلب الكسر، لو الأس بتاعي صفر يديني واحد، وبوزع في الضرب. عندي خاصية مهمة أوي، عندي خاصية جميلة أوي، يعني ممكن ما نعتبرهاش خاصية مع نفسها. يعني بتقول ايه الخاصية دي يا شباب؟ تعال نشوف. الخاصية بتقول هي تعتبر عكس الضرب. يعني ايه عكس الضرب؟ ساعات وانت بتحل هتلاقي عندك مثلا جاي لك سؤال بيقول لك ايه؟ جذر 3 أس A زائد 1. ولا في الحل مش هعرف استخدم العلاقة دي في حاجة، مش هتفيدني بحاجة. فهقول لك ساعتها فكها لأصلها. صح معايا، ركز في الحتة اللي جاية دي. أنا عاوز أفك دي لأصلها. بقول له والله يا مستر الأس حصل فيه إيه؟ الأس اتجمع. طب إمتى بجمع الأسس؟ لما بكون بضرب أساسات متحدة. إمتى بجمع الأسس؟ لما بكون بضرب أساسات متحدة. ركز في الحتة دي. طيب يعني انا عشان اجمع الاسس لازم الاساسات تكون متحده. طب دي لما احب افك دي لاصلها، دي كان اصلها الجذر 3 مضروبه في جذر 3، واحده كان عليها الجزء الاول من الاس اللي هي ايه، والثانيه كانت اس 1. فلما جينا نضربهم ثبت الاساس وجمعت الاسس بقت A زائد 1. خلي بالك من دي، مهمه قوي، عشان واحنا بنحل دلوقتي اقول لك فكها لاصلها، خليك تبقى عارف الاصل بتاعها يبقى ايه. تعالى يلا نشوف هنستخدم قوانين الأسس في الدرس ازاي. جاب لي شوية حاجات بدأ يبدأ معايا كده بسهولة خالص. أول حاجة البسط ده 4 ال كل أس 2. قال لك هعمل توزيع للأس، ودي احنا بنستخدمها من السنة اللي فاتت، يعني ما فيهاش أي مشكلة. فالكلام ده هيساوي 4 أس 2. شوف أنا بوزع ازاي، كله هياخد أس 2. 4 أس 2 هيديني 16 A أس 2، والمقام زي ما هو، وزي ما كنت بعمل في السنة اللي فاتت هقسم عادي خالص. 16 على 2 فيها 8. A أس 2 على إيه؟ ده قسمة أساسات متحدة. بثبت الأساس وأطرح الأسس. 2 ناقص 1 يديني إيه؟ 1. يبقى A أس 1. A أس 2 على إيه؟ فيها A أس 1. طب يلا اللي بعده، يلا اللي يحل معايا. يلا هوزع. 2 أس 2 هيديني 4. X أس 2، واي اس 2. طب افرض يا مستر الاكس كان عليها اس، يبقى ينضربوا في بعض. يعني لو دي كانت اكس اس 2 فاقول له 2 في 2 ب 4. لو المساله عندي او الرمز عندي ليه اس داخلي واس خارجي اضربهم في بعض. تمام. والمقام زي ما هو 4 على 4 فيها الواحد يروحوا مع بعض. اكس اس 2 على اكس، اثبت الاكس ده عمليه اسمها واطرح الاس. 2 ناقص 1 يديني 1. يبقى اكس اس 2 على اكس فيها الاكس، والواي اس 2 تنزل زي ما هي عشان ما فيش حاجه تتقسم عليها. تعالى يلا على اللي وراه. استنى كده ثواني، في حاجه نسيناها. ماشي هنكتبها هنا وخلاص في قانون الاسس. يلا نوزع، وهنا هوزعها واحده واحده كده.
خد بالك بقى، عندي ملحوظة بتقول إذا كان الأساس عدد سالب، دي على فكرة من ضمن الخواص نسيت أقولها. إذا كان الأساس عدد سالب، لو الأس بتاعي زوجي ولو الأس بتاعي فردي، ودي احنا واخدينها من السنة اللي فاتت. لو الأس زوجي يشيل السالب، يشيل السالب. طب لو الأس فردي هيسيب السالب، مش هيشيله يعني. يلا نرجع لمسألته. أولا هنا الأس بتاعي زوج ولا فرد؟ زوج، يبقى يعمل إيه في السالب؟ هيشيله. أول حاجة هجيبها جذر 3 أس 4. جذر 3 أس 4. يعني إيه جذر 3 أس 4؟ يعني جذر 3 في جذر 3 في جذر 3 في جذر 3. بص يا حبيبي، أما يبقى عندك جذر وفي أس، أول حاجة حاول تتخلص من الجذر. طب إحنا خدناها الحصة اللي فاتت والحصة اللي قبلها. إيه اللي بيخلصنا من الجذر؟ إيه اللي بيخلصنا من الجذر؟ قلنا التربيع. فالجذر 3 أس 4، مش الأربعة ده حاصل ضرب 2 في 2؟ أيوه يا مستر مظبوط. طب ما في 2 منهم هتعمل إيه في الجذر؟ هتشيله، هيتفضل لي 3 أس 2 بكام؟ ب9، اللي هي 3 في 3. دايما اعملها كده او طلعها بالاله الحاسبه، لكن انا جاي اعلمك دلوقتي. جذر 3 أس 4 معناها ان الجذر 3 مضروبه في نفسها 4 مرات. 4 مرات. ممكن تضرب الجذر 3 في نفسها 4 مرات، هيديني جذر 81 اللي هي 9. ولكن الاسهل الاربعه ده 2 منها هتشيل الجذر والاثنين الثانيه هتربع. يلا A أس 4 B أس 4، انا بوزع الأس على فكره والمقام زي ما هو. الكلام ده هيساوي، يلا نقسم 9 على 3 فيها 3. A أس 4 على A أس 2 فيها A أس 2. B أس 4 على B أس 2 فيها B أس 2 عشان انا بطرح الأسس. تعالى بقى الأفكار المهمة واللي هتلاقي منها أسئلة في الامتحان إن شاء الله. هنا بيقول لي اختصر لأبسط الصورة، نفس رأس السؤال. ركز لي كده في البسط، جذر 3 جذر 3 جذر 3. يبقى البسط بقول عليها ضرب اساسات متحده. يبقى هقول له كده الكلام ده هيساوي، كنا بنحل السؤال ده السنه اللي فاتت، هيساوي البسط انا بضرب اساسات متحده، جراح مثبت الاساس زي ما هو اللي هو جذر 3، واعمل ايه في الاس يا شباب؟ عمليه ضرب، يبقى اجمع الاسس، يبقى 2 زائد 4 زائد سالب 1 اللي هي ناقص 1. طب والمقام نفس الكلام، هثبت الجذر 3 واقول له يبقى هتساوي 5 زائد سالب 2 اللي هي ناقص 2 يعني. الكلام ده هيساوي، ادي شرطة كسر، ادي الجذر 3 زي ما هي وهبدأ اجمع. 2 زائد 4 6، 6 ناقص 1 يديني 5. وجذر 3 أس 5 ناقص 2 يديني 3. طيب دي بقى اصبحت عملية ايه؟ عملية قسمة. اثبت الاساس واعمل ايه في الاسس؟ اطرحها. 5 ناقص 3 يديني 2. التربيع بيعمل ايه في الجذر؟ بيشيل الجذر. اللي فهم وقف الفيديو حل معايا يلا. هشد شرطة كسر، البسط كلها جذر 5، هجراح مثبت الجذر وابدا اجمع في الاسس. 4 زائد 3 زائد سالب 2 اللي هي ناقص 2 يعني. والمقامة دي جذر 5 أس 5 وسالب 3 اهي. الكلام ده هيساوي جذر 5 أس 4 زائد 3 7، 7 ناقص 2 هيديني 5 على جذر 5 أس 2. أصبحت ده عملية اسمها مستر. أثبت الأساس وأعمل إيه في الأس؟ أطرح الأسس. 5 ناقص 2 يديني 3. طب جذر 5 أس 3 يعني جذر 5، يعني جذر 5 في جذر 5 في جذر 5. طيب مش أنا عارف جذر 5 في جذر 5، أما أضرب جذرين شبه بعض بالظبط بيديني ما تحت الجذر. يعني جذر 5 في جذر 5 ب5، والخمسة لما تنضرب في جذر 5 بيتحطوا جنب بعض عشان بنقول عليها حدود غير متشابهة. يبقى الحل
5 جذر 5. السؤال اللي بعده، اختصر لأبسط صورة ثم اوجد الناتج عند ان بنفس الكلام. هنا دي كلها ضرب اساسات متحدة. هثبت الاساس زي ما هو اللي هو جذر كام؟ اللي هو جذر 3. واعمل ايه في الأس شباب؟ اجمع الأسس. تمام. هيديني ان اجمعه زائد 2 وديت زائد ان ناقص 1، يبقى يديني جذر 3 أس. يلا نجمع. ان زائد ان 2 ان و2 ناقص 1 يديني موجب 1. تمام. تمام. هقول له عند ان بتساوي 1، يلا حط الان ب1، فالناتج هيبقى جذر 3 أس. يلا نحط الان ب1. ها 2 في 1 ب2 زائد 1 3، يبقى جذر 3 أس 3 اللي هي ايه بقى اللي فيه من المسألة اللي فاتت؟ اللي هي جذر 3 في جذر 3 في جذر 3. جذر 3 في جذر 3 ب3. لما بضرب جذرين شبه بعض في بعض باخد ما تحت الجذر، جذر في جذر ما تحت الجذر، وتنزل الجذر 3 زي ما هي. ايه السؤال اللي بعده؟ هثبت الجذر 7 برضو عملية ضرب، وهجمع الأسس. يلا ادي 2 ان الأس الأول، الأس الثاني زائد سالب 2 يعني ناقص موجب في سالب، زائد سالب 2 يعني ناقص، زائد 3 ناقص ان. يلا نجمع. الكلام ده هيساوي جذر 7 أس 2 ان ناقص ان هيديني ان 2 ان ناقص ان، وسالب 3 وموجب 3 هيشيلوا بعض. قال لي عند ان، نفس راس السؤال على فكرة، عند ان بتساوي 1 فالناتج هيبقى جذر 7 أس 1 اللي هي جذر 7. تعالى الافكار المهمة بالنسبة لي قوي دي، ودي برضو خدناها السنة اللي فاتت. تكرار عملية الجمع. لما اكرر عملية جمع نفس الحاجة بيعمل ايه؟ هزود الأس 1. تكرار عملية الجمع بيزود لي الأس 1 بشرط خد بالك من الشرط ده، بشرط إن السؤال يتكرر على حسب الأساس. إن أنا أكرر السؤال على حسب الأساس. يعني إيه يا مستر؟ يعني لو الأساس عندي 4 لازم أكرر 4 مرات. لو الأساس عندي 3 لازم أكرر 3 مرات. لو الأساس عندي 2 لازم أكرر مرتين. طب لو كررت أكتر من مرتين كل مرتين هيزودوا له 1. تكرار عملية الجمع بتزود لي الأس كام؟ 1، بس لازم الأساس يكون بنفس عدد مرات التكرار. طب لو الأساس كان زيادة كل ما الأساس يتضاعف أزود 1 زيادة، وهنشوف دلوقتي. طيب ده حل سريع يديني الحل. طب الأصل في حل السؤال ده إيه؟ الأصل إن أنا هنا باخد حاجة اسمها عامل مشترك. عامل مشترك بشوف إيه اللي متكرر عندي. والله يا مستر متكرر 4 أس 2، باجي اعمل 4 أس 2 كأن ايه؟ هشيل من كل واحده 4 أس 2، هقسم على 4 أس 2، هاخد 4 أس 2 عامل مشترك، هشيل 4 أس 2 من هنا كأني قسمت عليها، فبتفضل طالما شلتها خالص بحط مكانها 1 زائد هتشيل من هنا هيتفضل 1 زائد هتشيل من هنا هيتفضل 1 ومن هنا هيتفضل 1. يبقى الكلام ده هيدينا 4 أس 2 في القوس ده يعني في جمع 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 يدينا 4. طب ما دي ضرب اساسات متحده، بسيب الاساس زي ما هو واجمع الأس 2 زائد 1 يديني 3. طب ما انا قلت لك في الاول تكرار عمليه الجمع بيزود له الأس 1 من غير وجع الدماغ ده كله. طب السؤال اللي بعد، تعالى هنا، مش ده تكرار عمليه جمع؟ ايوه يا مستر. الاساس عندك كام؟ 3 وهي اتكررت كام مره؟ 3 يعني تمام. يبقى بعمل ايه في الأس؟ بزوده 1 يبقى هتبقى 3 أس 3. طب انا عاوز احلها. مين اللي متكرر؟ ال3 أس 2 هشيلها هيتفضل لي مكانها 1 وهنا هيتفضل لي مكانها 1 وهنا هيتفضل لي مكانها 1 فيديني 3 أس 2 في 3 اللي هي أسها 1. ضرب أساس متحدة بعمل ايه؟ بثبت الأساس واجمع الأس 2 زائد 1 3. نيجي للسؤال اللي بعده والأهم. فمستر الأساسين عندي كام؟ 2، يبقى لازم أكون مكرر مرتين.
طب هو هنا مكرر له 4 مرات، كل مرتين يزودوا له واحد. كل مرتين انا بص، انا امتى بزود واحد؟ لما يبقى الاساس، لما يبقى السؤال عندي متكرر على حسب الاساس. فهنا كان الاساس 4 فلقيته متكرر 4، قلنا خلاص هزود واحد. هنا الاساس 3 فلقيته متكرر 3، قلنا هزود واحد. طب هنا الاساس 2 يبقى لازم يتكرر كم مره؟ مرتين، كل مرتين يزودوا له واحد. فاجي هنا ادي مرتين يزودوا له واحد، ادي كمان مرتين يزودوا له واحد، يبقى انا هزود كام؟ هزود 2. 2 أس 5. لو عاوز تحلها للتأكيد، مين اللي متكرر عندك؟ 2 أس 3. شيل 2 أس 3 هيتفضل 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1، يبقى تساوي 2 أس 3 في 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 اللي هي 4. طب ما تخلي لي الأساسات شبه بعض، هي الأربعة اللي هي 2 أس كام؟ الأربعة 2 أس 2. أصبح عملية أساسات متحد، أسيب الأساس زي ما هو وأجمع الأسس 3 زائد 2 5، نفس الحل أهو. أما أقول لحضرتك مثلا 3 أس 2 زائد 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 3 أس 2. الأساس عندي كام يا مستر؟ 3، يبقى لازم يتكرر كام مرة؟ 3 مرات. لقيته متكرر 6، خلاص كل 3 يزودوا لي 1، يبقى هنا ال3 دول هيزودوا له 1 وال3 هنا هيزودوا له 1، يبقى أنا هزود كام؟ هزود 2 على الأس، يبقى يديني 3 أس 4. أتمنى تكون الفكرة ديت مفهومة. تعالى الفكرة اللي بعدها برضه خاصة بقانون الأسس، بيقول لي 2 أس إكس ناقص 3 بتساوي 1. مش أنا قلت لك لو العدد بيساوي 1، قلت لك أي حاجة تترفع لأس صفر يديني 1، يبقى أنا عشان الناتج بتاعي يديني 1 يجب أن يكون الأس بصفر. لازم أي حاجة والصفر ب1، فأنا هاخد الأس أساويه بصفر، يبقى أقول له إذن إكس ناقص 3 بتساوي صفر. هحل المعادلة، يبقى إكس بتساوي، هودي التلاتة بعكس الإشارة، يبقى إكس بتساوي موجب 3. نفس الكلام بقى برضه 5 أس إكس زائد 1 بتساوي 1، يبقى الأس بكام؟ الأس بصفر، يبقى إكس زائد 1 بتساوي صفر، ومنها إكس بتساوي، هودي الواحد بعكس الإشارة يبقى كام؟ سالب 1. طيب هنا مديني 3 أس إكس بتساوي 5، وما المطلوب؟ المطلوب عاوز 3 أس إكس زائد 1. الخاصية دي اديتها لك في الآخر لوحدها وقلت لك إن هي مهمة أوي. أهي اللي هو تلاقيه الناتج اللي هو عاوزه أصلا الأس بتاعه عملية جمع أو عملية ضرب. عشان تحل السؤال ده بسهولة، وخد بالك من السؤال ده مهم طبعا. انا جبت لك افكار تكون مغطيه جميع الخواص، بس لسه هنحل كتير ان شاء الله. هو عاوز 3 أس إكس زائد 1. اقول له يا مستر انا محتاج ارجع دي لاصلها. هترجعها لاصلها ازاي يا حبيبي؟ هقول لك مش الأس عندي عمليه جمع. اقول له مظبوط. طب هو امتى بجمع الأسس؟ لما بضرب اساسات متحده. عند ضرب الاساسات المتحده نجمع الأسس. يعني دي كان اصلها ايه؟ دي كان اصلها 3 مضروبه في 3. 3 مضروبه في 3. واحده كانت واخده اكس والتانيه كانت 1. طب 3 أس إكس هو اتقل بكام؟ ب5. في 3 أس 1 ب3. 5 في 3 يديني 15. خد سؤال كمان على الحتة ديت عشان اللي ما فهمهاش. أما أقول لك إذا كان 5 أس إكس بتساوي 4، فإن 5 أس إكس زائد 2 هتساوي كام؟ هقول له يا مستر انا هفك دي الاصله اللي هو عاوزها. دي كان اصلها كام يا حبيبي؟ ده الاس عمليه ايه؟ الاس عمليه ايه هنا؟ عمليه جمع. الاس عمليه جمع، يبقى كان اصلها ايه؟ كان اصلها ضرب. واحده كانت واخده الاس الاول اللي هو اكس، والثانيه واخده الجزء الثاني اللي هو 2، فلما جيت اضرب قلت له ده عمليه ضرب، جيت رايح مثبت الاساس وجامع، يبقى دي كان اصلها. ايه الكلام ده هيساوي 5 أس إكس قال لي بكام؟ قال لي ب4 في 5 أس 2
ب25. 5 في 5 وال4 في 25 بكام؟ ب100. اتمنى الفكرتين دول يكونوا مفهومين. لو قال لي داله اسيه بتساوي 1 اقول له يبقى الاس بصفر. لو عاوز 3 أس 6 زائد 1، 3 أس 6 زائد حاجه برجعها لاصلها. السؤال اللي بعده برضه فكره اختصر، ولكن فكره تانية. ليه يا مستر فكره تانية؟ عشان يا حبيبي هنا الاساسات غير متحده. نصلي على النبي. واخر حاجه اختم بحث النهارده وكده يبقى بالنسبه لي الوحده خلصانه. فهنراجع مراجعه تمام قوي على الوحده. فتعالى نشوف هنعمل ايه في المساله دي. قال لك لو الاساس بتاعك اقدر اخليه حاجه اس حاجه يبقى كويس. يعني مثلا الاساس بتاع 4، الاربعه اقدر اخليها كام؟ اقدر اخليها 2 اس 2. طب لو ما عرفتش فكها حاصل ضرب عددين. انا مش فاهم يا مستر. اقول لك تعالى يا وحش. ال 36 على فكره في ناس بتفك كله وخلاص وتريح دماغها. يعني تقول لي 36 6 في 6. في ناس بتعمل كده تقول لي 36 6 في 6. طيب انا هقول لك ال 36 مش انا اقدر اخليها 6 اس 2 صح؟ خلاص يبقى 36 اخليها 6 اس 2. وفي فوق كام؟ في فوق ان، يبقى 6 اس 2 ان. 6 اس 2 ان في ده هسيبها زي ما هي، دي متبسطه وزي الفل. طيب ال 30 هل انا اقدر اخليها حاجه اس حاجه؟ في عدد اس عدد يديني 30؟ لا معرفش، مفيش. خلاص يبقى فكها حاصل ضرب عددين. ركز معايا، لو عرفت تخلي الاساس بتاعك حاجه اس حاجه كويس خالص. طب ما عرفتش افكها حاصل ضرب عددين. طب ال 30 ده انا عندي كتير قوي، 2 في 15 3 في 10. لازم العددين اللي هتفكهم يكونوا شبه العددين اللي في البسط. العددين اللي في البسط كام وكام؟ 6 و5. فال 30 ده انا هخليها كمان 6 في 5 والاس بتاعي 2 ان. ادي البسط هنزله زي ما هو 6 اس 2 ان في 5 اس 2 ان. طب والمقام حبيبي، هي مش ده عمليه ضرب وده اس يوزع الاس على عمليه الضرب. يعني اقدر اخليها كام؟ اقدر اخليها 6 اس 2 ان في 5 اس 2 ان. ايه اللي هيحصل؟ اختصر. دي هتروح مع دي ودي هتروح مع دي، يديني الناتج كام؟ 1 صحيح. يبقى فكرة السؤال تاني ان انا هاجي احل السؤال هلاقي الاساسات بتاعتي مالها مش متحدة. هلاقي الاساسات مالها مش متحدة. يبقى انا مش هعرف ولا اضرب ولا اقسم. يبقى انا هحاول اخلي الاساسات بتاعتي متحدة. طب ده اعمله ازاي؟ لو العدد بتاعك اقدر اخليه حاجة اس حاجة تمام قوي. طب لو مش هعرف افكه حاصل ضرب عددين. وفي ناس بتفك على طول. يعني في ناس تقول لي 36 6 في 6 على طول وتريح دماغك. براحتك، ده صح وده صح. طب تعالى معايا السؤال اللي بعده. يلا اللي ما فهمش السؤال الاول يفهم السؤال الثاني. ركز معايا كده. ادي شرطة كسر. بص يا حبيبي، يستحسن من وجهة نظري يستحسن تفك اللي في المقام الاول. يستحسن ليه؟ هقول لك دلوقتي. ال 18 دي حاصل ضرب كام في كام؟ انا عاوزها تخدمني فوق. ال 18 حاصل ضرب 2 في 9. 2 في 9 ب 18. والاثنين بياخدوا نفس الاس عشان ده عمليه ضرب. حلو قوي. عارف فككان المقام خلاك البسط التسعه دي انت مش محتاج تفكها، تسيبها زي ما هي. ما هتطير مع اللي تحت. انت لو كنت اشتغلت في البسط الاول كنت هتقول لي الثمانيه اللي هي 2 اس 3 مثلا والتسعه 3 اس 2. فلا دايما حتى هنا برضه هنا كان ممكن يديك دي 25 مثلا. ده كنت فك الاول ال 30 حاصل ضرب 6 في 5. فهتعرفك ان انت الخمسه اللي فوق دي مش هتعمل فيها حاجه عشان تضيع مع الخمسه اللي ايه؟ مع الخمسه اللي تحت. فانا في السؤال ده يستحسن في التبسيطه ديت. التبسيطه دي هتلاقي الاساسات مختلفه خالص، فانت مش هتبقى عارف تعمل ايه اصلا. ففي الحاله ديت روح فك المقام. ال 18 دي حاصل ضرب كام في كام؟ 2 في 9 او 3 في 6. بس 3 في 6 مش هتفيدني عشان انا مش هعرف اخلي دي 3 ولا 6 ولا هعرف اخلي دي 3 ولا 6. ممكن اخلي دي 3 بس هل هعرف اخلي ال 8 6؟ هل في عدد ينضرب في عدد يديني؟ هل ال6 ممكن تضرب في عدد يديني 8؟ لا، مفيش عدد صحيح ينضرب في 6 يديني 8. فده النقطه اللي بكلمك فيها.
يبقى في المساله ديت مساله التبسيط طبعا هنحل عليها كتير، بس انا معايا مسالتين بختم بهم الايه الحصه كلها بتكلم على قوانين الاسس. لازم الدرس ده يتذاكر كويس والوحده كلها تتذاكر كويس. فانا عندي في المساله دي هلاقي الاساسات مش متحده خالص، فانت يبقى عندك حلين. لو تقدر تخلي الاساس حاجه اس حاجه كان بها. طب ما قدرتش، خلاص فكوا حاصل ضرب عددين. فانا هنا ال 18 2 في 9. ليه انا فكيت المقام الاول؟ عشان ما اروحش افك في البسط التسعه دي مثلا وارجع تاني في المقام افكها تاني. انت فاهم؟ فانا مش محتاج. فاضل لي الثمانيه. الثمانيه دي اللي هي كام بقى؟ الثمانيه اقدر اخليها حاجه اس حاجه؟ طبعا. الثمانيه 2 اس 3 ب 8 يبقى 2 اس 3. طب واحد تاني مش عارف الثمانيه اللي هي 2 اس 3. مفيش مشكله يا حبيبي ولا تزعل نفسك. الثمانيه حصل ضرب كام في كام؟ حصل ضرب 2 في 4. 2 في 4 والاثنين ياخدوا نفس الاس عادي خالص ولا تزعل نفسك. انا مش عارف ال 36 حصل ضرب كام في حصل ضرب 6 في 6 ولا يفرق معاك الموضوع. ولا يفرق معاك الموضوع. يعني انت لو ما انتش عارف العدد كام اس كام فكه ضرب بس اديله نفس الاس. تعالى كده بقى ركز معايا لو سمحت. شوف اللي هيحصل. بص بقى ادي 9 اس اكس هتروح مع 9 اس اكس، وادي 2 اس اكس هتروح مع 2 اس اكس. اتفضل لي ايه؟ اتفضل لي 4 اس اكس. هقول له عند اكس ب 2 يبقى احط اكس ب 2 يبقى 4 اس 2 يعني 4 في 4 ب 16. واحد يقول لي يا مستر هو انا لو كنت خليت ال 8 2 اس 3 اكس؟ تعال نشوف كده. هنجرب هنا. لو كنت خليتها 2 طبعا ال 9 اس اكس كده كده هتروح مع ال 9 اس اكس. انا بتكلم عن الناتج ده. لو انا كنت خليتها 2 اس 3 اكس وتحت 2 اس اكس كنت اعمل ايه؟ كنت اقول له ده عمليه ايه؟ عمليه قسمه. يبقى ثبت الاساس زي ما هو واطرح الاسس. 3 اكس ناقص اكس يديني كام؟ يديني 2 اكس نفس الناتج بتاعي. 2 اس 2 اللي 4 نفس الناتج بتاعي. يبقى في مساله اختصر دي لو لقيت، خد بالك دي اللي هتلاقيها في الامتحانات مش تبقى عامل حسابك، دي موضوع امتحانات. لو لقيت الاساسات غير متحده بعمل ايه؟ بحاول اخلي الاساسات متحده. طب ازاي؟ لو العدد عرفت اخليه حاجه اس حاجه كان بها، ما عرفتش هفكه حاصل ضرب عددين. يعني انا مثلا جاي لي 16، ال 16 عارفين ان هي كام؟ 4 اس 2 او 2 اس 4. طب انا ما عرفتش دي ولا عرفت دي، هفك ال 16 حاصل ضرب 4 في 4 بس هحط لهم نفس الايه؟ نفس الاس اللي على القوس. ال 24 4 في 6 او 3 في 8 على حسب المساله. وبكده الحمد لله نبقى خلصنا الحصه الاولى، الوحده الاولى في الجبر في منهج تاني اعدادي. الوحده اللي كانت بالنسبه لي مليانه معلومات كتيره خالص. ان شاء الله استنونا في مراجعه قويه على الوحده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.